صارح نفسك، آن الأوان من أجل أن تجلس مع نفسك خاليا بربك وتذكر عيوبك. تقول أنا نهم في الطعام جدا، آكل بلا حساب وبغير موجب، أنا مقبل على الدنيا بغير داع، أنا حسود أحسد الناس، وتتطلع عيناي إلى ما آتى الله غيري من نعمة وما من عليهم به من رزق وما أصلح لهم في أولادهم. أنا حقود أحقد على الناس. اكتب عيوبك، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. هذه طريقة عظيمة جدا في حساب النفس. اكتب الورقة واكتب فضائلك، اكتب، وأسأل الله أن تكون كثيرة جدا. واكتب في الوقت نفسه رذائلك، اكتب عيوبك، احصيها على نفسك من أجل أن تعالجها. أنت لن تشهر بنفسك، ستكتب ذلك ثم تقرأه على المنبر أو تتلوه على الناس في درس من الدروس. هذا بينك وبين نفسك، لا يطلع عليه إلا ربك.